اليوم مباراة الاتحاد ضد الخلود يا جماعة الخير، أولى مباريات نادي الاتحاد في الدوري. مباراة جدا مهمة على صعيد النقطي، مباراة جدا مهمة عشان نكمل على النفسية الحلوة اللي بدينا فيها في الموسم ذا. فزنا على الجزيرة ب4. يعني لازم نطلع بنفسية حلوة في ذي المباراة يا جماعة الخير، لازم نفوز. دائما أول مباراة في الدوري أو أول مباراة في أي بطولة، إذا فزنا فيها تجيب كذا نفسية حلوة، تجيك نفسية حلوة. فالنفسية هذه نحتاجها من أجل الجمهور ومن أجل اللعيبة ومن أجل كل الناس اللي تعشق هذا الكيان. فيا رب يا رب يا رب نظفر بال3 نقاط ونفوز في هذه المباراة، لأن صراحة مهمة لي على المستوى الشخصي كمان. انا المباراه ذي راح تبين لي مين اللي جاهز مين اللي مو جاهز الصدق، لانه مباراه الجزيره ما هو يعني مقياس على نجاح الاتحاد هذا الموسم، مره ما هو مقياس. قبل اكمل اتمنى من اي شخص ضايفني على تيك توك او في منصه اخرى يضيفني في البرنامج الاحمر. نبي نوصل 6000 مشترك باسرع وقت، الرابط في البايو. اشترك يا بعد قلبي اشترك، ما بقى شيء على 6000. الرابط في البايو. أسوأ حضور جماهيري في تاريخ نادي الاتحاد كان في عام 2018 أمام الباطن، أمام نادي الباطن. الحضور كان 15000. شوفوا يا جماعة الخير، 2018 كان الحضور 18,000 أوكي أمام مباراة الباطن. حلو، كان أسوأ حضور جماهيري في تاريخ نادي الاتحاد من يوم بدأ الاتحاد إلى يومك هذا. كان أسوأ يوم هو يوم أو عام 2018 أمام نادي الباطن بحضور 18,000 مشجع. اليوم في مباراة الخلود كم تتوقع الحضور؟ 8,000 تذكرة انباعت فقط، 8,000 واحد. ويمكن حتى 8,000 هذه ما حيجون كلهم، في اللي يشتري تذكرة وما يجي، في يا جماعة الخير. فأنا أتوقع الحضور حيكون بين 5,000 أو ممكن يكون 8,000، ما ندري. والله يا جماعة الخير عيب لازم نحضر ندعم فريقنا حرفيا. الحكم أحمد الرميخاني راح يكون حكم الفار اليوم، عز الله رحنا فيها. انا ما اثق في التحكيم المحلي، لو تعطيني فلوس الدنيا كلها ما اثق في التحكيم المحلي، اقسم بالله. الله يكون بعون الاتحادية بس. عزيزي الاتحاد وعزيزتي الاتحادية، تفضلون مين يكون مهاجم نادي الاتحاد اليوم امام نادي الخلود، اولى مباريات نادي الاتحاد في الدوري؟ انا عن نفسي اتمنى جورج يبدا اساسي. انا عن نفسي جورج يبدا اساسي. لا، الى متى نخاف يا جماعه الخير؟ الى متى اذا ما جربناه في مباريات زي كذا قدام الخلود، قدام الفيحاء، قدام الانديه المتوسطه هذه؟ متى نجرب اللاعب نحطه قدام الهلال؟ اللاعب لازم اول شيء يكتسب اللهم صل على محمد خبره من المباريات هذه. اللاعب ترى على فكره صغير يا جماعه الخير، ترى تو 20 سنه. انا اكبر منه، انا اكبر من ذا، تخيلوا. انا ادري كل الناس ما تبي النصير يلعب، ادري، لكن برضو نصير له حضوره يعني. فانا افضل جورج الصراحه. وين الناس اللي كانت تقول لي يا كذاب يا مصدر بلا 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 بلا؟ وين الناس هذه اللي كانت تقول مختار علي ما وقع مع الاتحاد؟ امس طلعت وتكلمت قلت مختار علي وقع مع نادي الاتحاد رسميا خلاص. وحتى قبل فتره طلعت وتكلمت قلت انه نادي الاتحاد اجل صفقه خالد الغنام واجل صفقه مختار علي. خالد الغنام له ظروفه، بعدين نتكلم عن خالد الغنام، لكن نتكلم عن مختار علي اليوم. قلت لكم مختار علي تم تاجيل الصفقه، بعدين راح يرجعوا للمفاوضات، ورجعوا للمفاوضات ودحين خلاص. كل الصحف اكدت، الرياضيه والشرق الاوسط والجزيره كلهم اكدوا انه مختار علي لاعب نادي الاتفاق لاعب لنادي الاتحاد لمده 3 مواسم. هيبلع انت وهو، لا حد يقول لي انت تتمصدر وما ادري وش مصدرجي. ترى انا ما اجيب لك اي خبر كذا، انا اتاكد من الخبر بعدين اجيب لك اياه. وانا ماني فابريزو رومانو ولا المصدر الاعلامي في نادي الاتحاد. يعني انا بس ابى اعطيك الفكره، يعني انه ترى في مفاوضات، انه ترى صاير كذا، انه ترى في اشاعات، انه ترى في كلام داير في السوشيال ميديا انه نادي الاتحاد بيجيب اللاعب الفلاني، بس لا اقل ولا اكثر يعني. شوف يا حب، انت ماشي انت قاعد انا ما يهمني. مباراة الخلود لازم تبدع فيها، نبي سبرنتاتك هذيك، ابيك تحط على الدي وتجري بس، تجري 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 تجري. حلو. نادي الخلود اكيد راح يقفلوا ما راح يهاجموا، لانه ما عندهم اسامي الصدق، ما عندهم ذيك الاسامي اللي مثل القادسيه ولا مثل التعاون ولا مثل الاتفاق. فحبيبي الهرجة عندك، طلبتك طلبه يا عيال. ترى بعض الناس تقول كمان انه موسى ديابي ترى مستمر، كل الاخبار هذه ترى كذب في كذب. فالله يوفقه معنا هالموسم، وباذن الله يرجع لموسى ديابي اللي حنا عارفينه. والله يا جماعه الخير، فواز الصقور ما هو مرحب في اي نادي. كان في الشباب جاء الاتحاد، بعدين ودينا الشباب، بعدين هنا المدرب ما هو راضي عنه. والله يا جماعة الخير بعض الناس تستغرب كيف صاروا لعيبة كورة، دعوة والدين. انا قلت لكم فواز الصقور مكانه مو كرة القدم، ولو هو لاعب مكانه مو في الاتحاد صدق. حرفيا يا جماعة الخير ما يليق في الاتحاد، غصب تبي تلعبونه.
والله. يعني المدرب عنده احمد الجليدان مكان شنقيطي، وعنده فواز الصقور. حتى الجليدان المدرب ما لعبه، نزل سميتش ظهير، عشان تعرفوا انه ما هو راضي عن عن كل الفريق. رسميا يا جماعه الخير، نادي الاتحاد يوافق على اعاره اللاعب اوناي هرنانديز الى نادي جيرونا الاسباني. وعلى فكره نادي الاتحاد راح يتحمل جزء كبير من راتب اللاعب، يعني الجزء الاكبر من راتب اللاعب راح يتحمله نادي الاتحاد اكيد. اكلنا خابور، حنا اكلنا خابور دائما زي كذا. حلو. والجزء الاصغر من الراتب راح يتحمله نادي جيرونا. الله يوفقه. والله انا كان ودي انه اول ما انصاب روجر فرنانديز بالرباط الصليبي يرجع لنا بالسلامه باذن الله، ويرجعوا كل مصابين بالسلامه. انه اللهم صل على محمد، انه يستمر معنا. لكن ما ادري، يمكن المدرب ما راضي عنه، حتى في المعسكر والله ما شفته. فبالتوفيق له ان شاء الله يرجع لنا اقوى. حسام تراك انت عوار، انت تعور، انت البتار، انت تبتر. فالله يرحم لي والدينك، كونك مسلم تكفى يا طول العمر. مباراة الخلود لا تروح منك. هو كذا احنا فايزين، بس باذن الله نطلع بنتيجة حلوة. فعندك الهرجة انت وموسى ديابي. كابتن نبي واحدة زي كذا في مباراة اليوم، لا تقصر. نبي واحدة زي كذا في مباراة اليوم، كذا دبل كيك. نبي صدق، نبي كذا نقول للمدرب ترى ها نصيري ما ينفع، انا اللي انفع. اوكي. انه لازم تبدع يا كابتن، ما عندك اي مجال تخطي، لازم تبدع. سامر المسحل رئيس نادي الاتفاق قال خالد الغنام الى الان باقي معنا، الى الان مستمر معنا. فاي احد يطلع ويتكلم ويقول خالد الغنام جاي الاتحاد لا تصدقونه. هذا رئيس الاتفاق طلع وتكلم. والله يا جماعه الخير، الصفقه لو جاتنا كانت حتغير اشياء كثيره في الهجوم، وراح يساعدنا هجوميا، وراح يساعد الفريق صدق، وحيقوي الدكه، لانه حرفيا نحتاج لعيبه، نحتاج نقوي دقتنا، ما عندنا دكه. عزيز الاتحاد وعزيز الاتحاديه، تتوقعوا ينس في سينك كم نقطه راح يحقق هذا الموسم؟ انا ما راح اتفلسف اقول لك 30 نقطه، انا راح ارجع له نهايه الموسم باذن الله يحقق جميع النقاط باذن الله، نفوز كل المباريات. مع انه ترى خصوم او عندنا خصوم ما شاء الله تبارك الله. والله يا جماعه الخير الهلال جاهز، صفقات كثيره. الاهلي حتى هو ما عنده مدرب، جابوا مدرب الحين، وصفقتين مدري 3 خلصوها اجانب. النصر عنده محور دفاعي كويس يا عيال، والله اسامي. وحنا مين عندنا؟ لاعب اسمه ديون. باذن الله يبدع معنا. والله يا جماعه الخير انه نادي القادسيه ماشيين على خطى نادي عظيم، نادي راح يوصل لمكان بعيد في الكره، في كرة القدم حرفيا يا جماعة الخير، على كمية التعاقدات الموزونة. يا ناس يتعاقدون كذا تحسهم كذا ما يجيبون اي لاعب. حتى طلعت اخبار فترة انه بيجيبوا محمد صلاح، قالوا احنا ما نبي محمد صلاح مو اصلا من ضمن اهتماماتنا، ما فكرنا فيه. هذا محمد صلاح ما كان عنده نادي، كان فاضي، كان لاعب حر. قالوا الاتحاد وقالوا القادسية قال احنا ما نبغاه. اتوقع رئيس النادي القادسية طلع وتكلم في مقابلة، قال احنا ما نبيه. ففكر جابوا ذا دحين من مانشستر سيتي. شوف تفضل، هذه خيارات نادي القادسية الهجومية يا جماعة الخير. اوتافيو، فايجل مدري شو اسمه، شوفوا يا عيال. رايندرز الجديد هذا، مصعب الجويري اللي انا اتمناه في الاتحاد. نانديز، طبعا نانديز حيمشي، ما حيقعد بعد ما جاء اللاعب الجديد. عندك مين؟ كينونيس، اول ما افتتح التسجيل في كاس العالم 2026 النسخه الاخيره. ريتيجي الايطالي يا عيال، والله اسامي ثقيله. والله يا جماعه الخير حنا من عندنا موسى ديابي بيرجوين، واحد يسحب في رجوله والثاني الدب. لكن الحمد لله انا من بعد اليوم سموني ملك التوقعات. قلت الهلال راح يفوز بنتيجه كبيره وفاز بال4. قلت الاتفاق راح يفوز، فاز بال4. قلت النيوم راح تفوز، فازت ب2. يا جماعه الخير وخروا عني. توقعات اليوم على السريع كذا: النصر ضد الفتح. النصر مباراته قوية جدا، يعني تتكلم عن الفتح فريق عنيد، نادي عنيد. بس راح اتوقع انه النصر يفوز. ليش؟ عناصريا النصر افضل. الاتحاد والخلود، الاتحاد اليوم راح يكتسح الخلود باذن الله ما تنام عينه، برباعية وثلاثية، هذا اقل شيء. التعاون والخليج، الخليج عنده لعيبة كويسين، لكن التعاون اجهز، التعاون مع مدربه اجهز فنيا. فانا اروح مع التعاون، ممكن 2-1 او ممكن 3-1. سلام عليكم، لا تنسوا الفولو.